السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم على قناتي على اليوتيوب ابداعات ندى. النهارده هنعمل فقرة حلوة جدا لحبايبنا الاطفال عشان يلبسوا بقى حاجات حلوة جميلة في العيد. هنعمل لهم النهارده اسوره جميلة يلبسوها. ممكن انت تعمليها بلون الفستان، وممكن تعمليها اللي هي بتتلف حوالين الرقبة كده حوالين العنق، تنفع برضو. ممكن تعمليها كطوق تتلبس على الشعر، يعني هي ممكن تستخدم في اكتر من طريقه. كل اللي بنحتاجه ليها شريط ستان، وبنحتاج لحب فصوص لوليز بالشكل ده، اي لون، ممكن ابيض ممكن ملون. وبنحتاج اللي هو الاستيك المطاط ده او الخيط المطاط اللي بيعملوا بيه الاساور ده، بيتباع دي تقريبا بجنيه ونص حاجه زي كده في المحلات بتاعت ادوات الخياطه او الاكسسوارات. بس وبنجيب بقى عندنا الخيط اللي احنا قلنا المطاط ده وندخله في ابره بالشكل ده. بنختار اي لون من عندنا. انا ممكن اختار اي لون يمشي مع اللون البينك ده. انا ممكن اعمل بالموف ده. انت ممكن تعملي باي لون، ممكن تعملي نفس اللون وممكن تغيري يعني زي ما انت عايزه. قصها بس كده. ممكن تعمليها كمان بخيط يعني بشوية ستان، ممكن تكون اعرض من كده، بس الحجم ده كويس يعني. بنسيب جزء في الاول كده نبتدي نعقدها كده عشان دي اللي هنربط بيها بعد ما نخلص. وابتدي ادخل الابره عشان نبتدي نعمل الاسوره بتاعتنا اهو. ركز بقى عشان الخطوه دي مهمه بقى، ونشوف هندخل معانا الحرز ازاي. انا بتني جزء كده وبعدين بدخل الابره بتاعتي من هنا وادخل فيها الفص بتاعي كده، وبنفس الطريقه شايفين بشوف المقاس اللي انا عملته عشان همشي عليه يعني كده. زي ما انتم شايفين معايا ابتدت تتشكل اهي، طريقه بسيطه خالص. هنكملها بقى كلها بنفس الشكل كده لحد ما نوصل للنهايه الحجم اللي احنا عايزينه على قد ايدينا او قد ايد اطفالنا، ونكملها نشوف هنخلصها ازاي، نقفلها ازاي في الاخر. احنا تقريبا انا خلاص خلصت المقاس اللي انا عايزاه. زي ما انتم شايفين اهي شكلها ظهر معايا اهي. تقريبا ده المقاس مقاس ايدي. فانا بقى هبتدي اسيب جزء زي ده كده وبعدين اقص زي كده. يستحسن طبعا ما تكوني بتشتغلي باي شريط ستان ان انت تجيبي عندك الولاعه وتمرري بسيط كده عشان ما تنسلش معاكي ويبوظ منك الايه الشريط بتاعك. يعني بسيط بس كده كأننا بنقفلها بس كده. هنا انا خلاص هقفل بقى الخرزه بتاعتي اخر واحده خلاص. هنشيل بقى الاستيك بتاعنا خلاص مش عايزينه، بس هنثبته من هنا بس كويس، بس جامد كده. هنثبته هنا كويس عشان ما يفكش معانا. زي ما انتم شايفين هنا انا خلصتها وربطتها. طبعا عشان انا عاملاها باستك مطاط فهي بتنط معاكي، شايفين يعني ممكن تكبر معاكي على قد مقاس
حد من ولادك على قد ايدك. ممكن بقى تتربط حوالين زي ما قلت حوالين الرقبه، تعمليها طقل الشعر حسب ما انت عايزه، بس تطولي زي ما انت عايزه. هي بتبقى بالمنظر ده كده. في الايد بيبقى شكلها كده، وبعدين بتربطيها من هنا كده وتعمليها بقى مثلا على شكل فيونكه كده عشان تعرفي تفكيها سهل. اهي بتبقى بالشكل ده بقى كده اهي. شايفين شكلها جميل قوي وحلوه بقى، والاحلى فيها ان انتي بتعمليها بلون اللبس بتاعك، لون لبس بنوتك، كرتوكه في الشعر او حوالين الرقبه زي ما قلنا بلون اللبس. تبقى شكلها جميل جدا وسهله الفك بقى، بتفكيها من هنا عادي. وده الشكل النهائي بتاعها. اتمنى تكون عجبتكم، اتمنى تكون فكره بسيطه وما كلفتناش اي حاجه، كلها حاجات بسيطه مش هتكمل جنيه ولا حاجه. بس شكلها جميل وفرحت بنوتك وعملت لها اكسسواراتها في العيد بنفسك. ما تنسوش بقى الشير واللايك والسبسكرايب، ولو اول مره تزوروا القناه يا ريت تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات بفيديوهات الجديده. وتابعوني على قناتي التانية بيتك وجمالك، واشوفكم في فكره تانية ان شاء الله على قناه ابداعات ندى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.